ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جالي فكرة حلوة جدا جدا وطبقتها من فترة. حسيت ان هي بتلم الدنيا خالص. لو انت عاملك حاجات كتير، لو انت مبقتش من اول السنة، لو انت في حاجات مقصر فيها، لو انت في حاجات واقعة منك كتير، مش عارف تبدأ منين، الدنيا بايظة خالص، ما ذاكرتش من اول السنة، مش عارف تبدأ ازاي. بصوا افكار كده كتير قوي هتلمها لكم الفكرة البسيطة اللي انا اكتشفتها مع نفسي كده. بصوا، انت هتقرر مثلا انه في الفترة دي، يعني ال10 ايام دول ان شاء الله قبل رمضان، حط كده خطة مع نفسك ان انت كل يوم تذاكر مادة. طب اذاكر مادة ازاي؟ انا اصلا ما فتحتهاش. طب انا واقع مني كتير. طب انا اصلا بنزل الدروس. طب انا باخد جديد. اسمع بس مني للاخر وبعدين انا بتكلم هتنفع معاك ولا لا. بصوا يا شباب، اول حاجة تعملها انت ان شاء الله في ال10 ايام دول كل يوم تاخد مادة. احنا عندنا 5 مواد، يعني في ال10 ايام دول هنكرر المادة مرتين. تمام؟ طب احنا هنعمل ايه ان شاء الله؟ اللي هنعمله انه احنا مثلا هنجيب الماده اللي هنبدا بيها النهارده، فانت هتاخد النهارده ماده تقرر انت تذاكرها. وليكن مثلا هتبدا بالانجليش. تمام تمام. هتعمل ايه في الانجليش؟ هتذاكر على قد ما تقدر كأن الامتحان بكره. بمعنى انه دلوقتي انت مثلا عندك في الانجليش 18 يونت، 16 يونت، اي حاجه. ذاكر على قد ما تقدر كأن امتحان انجليش بكره. ممكن تخلص معاك 6 يونتس النهارده، والله العظيم بتكلم جد. ممكن تخلص اكبر قدر ممكن انت نفسك مش متوقعه. يعني انت تحدد لنفسك مثلا النهارده كده طول النهار، ما عدا مثلا ساعتين الدروس، ما عدا مثلا وقت هتنزل فيه الدروس، وهكذا. طول النهار بقى تحددوا المادة اللي انت هتختارها مع نفسك دي. المادة اللي هتختارها دي تذاكرها طول النهار بشكل قوي جدا، وشكل انت عندك امتحان بكره. شوف هتقدر تخلص ايه. شوف انت عندك امتحان بكره وما لمتش الدنيا خالص، وبتعمل مع نفسك ايه. والله هتلاقي نتيجة مذهلة. دي التجربة دي قلت لك اعملها النهارده واعملها الفترة دي. بتعمل الطريقة دي هتكتسب ثقة كبيرة جدا في نفسك، انه ما اقدر اخلص وما اقدر انجز كل حاجة. ما هو احنا يا جماعة مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان احنا بجد والله يعني فئة كبيرة جدا مننا ما بنمشيش الا بالضغط، الا واحنا علينا لود كبير. اي نعم بيكون علينا لود كبير وعمالين نعيط ومش مستحملين والدنيا صعبة والجو مش لطيف، بس الفكرة انه انت عليك لود، انت عليك ضغط معين ناحية حاجة معينة، بتنجزها، بتخلص، بتجبر نفسك ان الامتحان بكره تعمل ايه، تعمل اقصى حاجة عندك، هتبذل اقصى طاقة عندك عشان تخلص. ما عندكش اي اوبشنز تختارها، انت مضطر. فاهمين؟ ده اللي احنا هنكتشفه عن بداية الامتحان، انه احنا عندنا بنذاكر طول السنة عادي، مش مذاكرة قوية ولا حاجة، بس اي كلام، مذاكرة اي كلام حرفيا، بنبصمج من هنا، بنسمع فيديوز من بره الكلية، بنسمع مش عارفة ايه، ونيجي ليلة الامتحان بقى مش عارفين نعمل ايه. ما بيكونش عندنا حل غير انه احنا نقعد على الكتاب ونذاكر، بنذاكر اي حاجه، نسمع زيتونز، بعدين نحل، بعدين نقعد نربط الافكار ببعضها، بعدين نعمل مثلا جداول، نخلص نفسنا بسرعه. ونكتشف ان فعلا ده الحل بفضل ربنا. يعني انت بتيجي تقول لنفسك ان لو انت بتذاكر طول السنه مذاكره ليله الامتحان دي انت كنت طلعت اوائل الدفعه بجد. فانت ليه من الاول فعلا ما تسهلش على نفسك؟ اعمل النهارده، قول لنفسك النهارده انا بكره مثلا الامتحان في الماده دي، شوف هتعمل ايه، شوف هتخلص ايه، شوف انت ممكن تنجز كمية قد ايه. فصدقوني الواحد لما يحط نفسه في وضع انه مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها صعبة، مفيش حاجة اسمها هو حظي كده وهو نصيبي كده وما بدأش من اول السنة خلاص، مفيش حاجة اسمها ضاعت الفرصة او راحت عليك، مفيش حاجة اسمها كده. هي بس الفكرة انه انت محتاجة بنسبة قد ايه، فهتسعى لها بنسبة قد ايه. انت محتاج الحاجات دي ولا لا، فهتحاول انت تجيبها ولا لا، وهتتأقلم على غيابها. فحرفيا لو كنت بدأتش من اول السنة بجد تقدر تظبط الدنيا خالص 10 ايام من اول رمضان دول. الموضوع هيبقى سهل جدا 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 لو انت حطيت في دماغك انه انت محتاج ده ومحتاج تعمل ده ولازم تعمل ده، انه انت ما عندكش اي اوبشن تاني. بجد حط نفسك بس 10 ايام، اصبر اسبوع يا جماعه، اصبروا اسبوع. اسبوع حط نفسك في وضع انه انا لازم اخلص النهارده الماده دي. شوف هتنجز قد ايه. ما قلتلكش حط نفسك انت تخلصها كلها النهارده، انا ما قلتش كده، انا مش ده اللي اقصده. قصدي شوف اكبر قدر ممكن من المعلومات اللي تقدر تحصلها النهارده عن الماده دي. وبقية اليوم مثلا خلص دروسك، انزل درس اللي انت عايزه، شوف اللي انت وراك ايه وتعالى ذاكر بعد الدرس على طول. بس بقية اليوم للمادة اللي انت محددها لنفسك.
هتلاقي نفسك أنجزت بشكل كبير، هتلاقي نفسك خلّصت كل اللي عليك، اسمع فيديو لحد أنت بتحبه، حد أنت بتفهم من شرحه، بعدين حِل على الفيديو ده أو بعدين أنت لخّص بنفسك، سجّل نفسك مثلًا record وأنت بتشرح نفسك الموضوع، أكيد هتسهِّل على نفسك طبعًا، أو أنت مثلًا تحاول إن أنت تكتب بأي طريقة بتحبها، تلخّص أو مثلًا مش ملخصات كبيرة لأ، أهم الأفكار اللي في الدرس بس، ده اللي أقصده. أو أهم أسئلة اللي المستر كررها، الجزئيات اللي قال عليها مهمة، تحل مثلًا، تسمع حل وأنت بتذاكر، أي حاجة. المهم إنه مشوار ال1000 ميل يبدأ بخطوة، هي خطوة، أنت عدّي بس الخطوة دي. أنا دايمًا باقول الfirst step هي أصعب step عامةً في الطريق كله. الناس بتقول النهايات صعبة، صح النهايات صعبة، بس الأصعب والله من النهاية إن أنت تبدأ، إن أنا شخص ما كنتش باذاكر وأبدأ من الأول أذاكر، أبدأ أعمل عادة أنا ما كنتش باعملها في يومي. فاهمين؟ اللي هو على قد ما تقدروا حاولوا إن أنتم تسعوا بكل ما أوتيتم من قوة، بس كده. ده كان الفكرة اللي أنا عايزة أقولها لكم النهارده، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. باحبكم في الله، ادعوا لي، عندي امتحانات كتير والله. مع السلامة.